I'm not saying I took the money, but there would be signs. الشو بتاع مستر بيست هيطلع مليونيرز وهيطلع انترنت سليبرتيز جداد أثناء الشو، غير الشخص اللي هيكسب في الآخر 5 مليون دولار. ده ليه؟ لأن الأشخاص اللي موجودين دلوقتي في الشو اوريدي بيعملوا فيديوز، بيعملوا حاجات ليها علاقة بالشو، سواء بتبقى جزء بروموشنال يعني هما متفقين عليه، أو هما اوريدي بيحكوا التجربة أو الحاجات اللي كانت بتحصل أثناء ما الحلقات بتحصل. يعني مثلا الحلقة الأولى نزلت فحد منهم أو كذا حد منهم بيعمل فيديوهات مش بتحرق الحلقات اللي جاية، ولكن بيبقى بتتكلم عن الحلقة أو الحلقتين اللي نزلوا، وده هيبقى الحاجة الجديدة. فبالتالي انت مش عندك وان وينر بس، انت عندك وينرز كتير جدا، لأنهم هيستخدموا الإنترنت في إنهم يبقوا سيلبرتيز جداد لأنهم ظهروا قدامك. وبعدين في الشو ده أو أي فيديو لمستر بيست هو بيحب دايما يدخل لك كاركترز ويجيب لك الشخصية اللي موجودة في الفيديو، خاله ولا قريبه ولا مامته ولا ابنه، عيد ميلاده النهاردة والكلام ده. فبيعمل لك ايموشنال بوند كده مع الشخصيات والمتسابقين، فانت تحب تسمع القصة كاملة وتحب هذا الشخص يحكي لك بقية قصة حياته. فأنا شايف انترستنج، شايف كده في وينرز كتير جدا غير بس الشخص اللي هو هيكسب في الآخر.